مرحبا بكم في هذا الفيديو. شوفوا معنا هذا المغربي قال لك يا ودي راه الإعلام المصري والجزائري هم اللي حرضوا داروا لنا المشاكل. وقالوا بلي راه الأخجع هو اللي مسيطر على الكونفدرالية. نعم، الأخجع هو اللي كان مسيطر على الكونفدرالية وكانوا حابين يخلوا الكاس في المغرب، ولكن السنغاليين ثاني مو ساهلين. رئيس الجامعة السنغالية خرج وقال لهم نكشف كلش، تعاقبوني نحط كلش فوق الطابلة. والضغط تاع الفيفا والدنيا من بعد في الاخر موتسيبي حاب يضحي بالأخجع. يلا عاقبهم في زوج وخلينا. خلوكم مع الفيديو، ما تنساوش الاشتراك في القناة ولايك الفيديو. الا باقي المغرب كيستضاف اي منتخب افريقي يلعب في المغرب حيت ما عندوش فين يلعب، راه خاصنا اكثر من هذه العقوبات بكل صراحه. فوزي القجع اللي كان الاعلام المصري بالضبط، وكان اكد على الاعلام المصري والاعلام الجزائري من 2018 هما تيقولوا فوزي القجع مختطف في الكاف، اولا مختطف في الكاف. فوزي القجع كيدير اللي بغا في الكاف. جات الفرصه اللي نشوفوا فعلا واش حنا مختطفين الكاف ولا غناخذوا غير حقنا، وحتى حقنا ما خديناش. هنا كيبان باللي حنا طلعنا سدج وطلعنا نيه وحده. عباد الله قتلونا في البلاطوهات التحليليه بالمغرب، وفي الاخر ما صورنا حتى شي حاجه. داكشي اللي بغاو وصلوا ليه، شوهونا، دار لنا الشوه في المقابله الاخرى ديال الفينال بهذيك الطريقه. خسرنا بواحد السذاجه. اما فاش خرجوا هذوك السنغاليين خليهم يخرجوا، ما تجرهمش لا حكيمي ولا وليد الكراكي، ما تجرهمش. رجع اللور. راه كاع المغاربه مفقوسين كيما مفقوس دابا انا في هذه البلاصه، في هذه اللحظه هذه. الفقصه اللي تفقسنا نهار فينال وسيمانه ولا اكثر وحنا ما مصوطاش لينا، عاود ثاني درنا دابا واحد التجديد لهذه الفقصه هذه. فبغينا الله ياخذ الحق في الاعلام المصري والجزائري وحتى الاعلام بعض الدول الاخرى العربيه اللي كان كيقول القجع مسيطر على الكاف. ما كنهضرش على الاعلام المصري كله، مي عدد منهم كثير تيقول القجع مسيطر على الكاف. اما الاعلام الجزائري من الطرف، ونجحوا في الخطه ديالهم ونجحوا في المؤامره ديالهم. جابونا حتى حقيقه ان التظاهرات الافريقيه راه نجحات بكل المقاييس، لكن الفينال بقى في التاريخ ان خسرناه بهذه السذاجه هذه. والا كنا فعلا خفنا ان يوقع شي مشكل مورا ضربه جزاء وضيعناها عنوه يعني بالعاني، راه خاصنا اكثر من هذا الشيء. خاصنا اكثر من هذا الشيء. الحمد لله دازت الامور سالمه. ما كانش المشاكل في نهايه المقابله. الصوره الحقيقيه راه خداوها الناس في عقولهم، لكن العقوبات راه لا تمثل هذا الشيء اللي شفناه او لا هذا الشيء اللي نستحقوه. غنبقى اليوم نصدعكم بالفيديوهات فين ما تفكر في شي هضره خصني نقولها غنقولها. السلام عليكم.